صلى الله عليه وسلم. طب انت عندك آية او دليل ان النبي نسى حاجة وهو مسحور؟ ائتني به. ها رأيك بقى؟ شنو تعرف تجيب؟ ما تعرف؟ تعرف تجيب انت شلون بقى شنو دليل؟ سؤالك؟ تعرف انت تجيب دليل عليا وتحتج به ان النبي نسى حاجة وهو مسحور؟ نعم. أبكد. هات. عندك رواية أن النبي صلى بالمؤمنين وهو مجنب. أعوذ بالله. عندك؟ أعوذ بالله. والله موجودة، أخرجها إليك. هاتها يا مدلس. أي أخرج، ما تعرفها يعني؟ لا أنا عارفها، بقول لك هاتها يا مدلس، هاتها يا كذاب. تعرفها ولا ما تعرفها؟ أعرفها والله. بعد ليش تسألني إذا تعرفها؟ أصل أنت بتكذب عن النبي وبتقول النبي صلى بالناس وهو جنب. أعوذ بالله. اي تذكر انه مجنب. اسمع، تذكر انه اراد ان يصلي. استنى بقى خلينا نطلعها هسه على اليمن. يا اخوانا، شفتوا الفرق الشاسع؟ ما حكم ابو علي ما يختلفش شنو الفرق الشاسع؟ السيدة عائشة تقول، اسمع السيدة عائشة تقول، لا ما اسمعني. السيدة عائشة تقول انه كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله. اسمع بس. لما قلت له يا اخوانا هل دليل الجنب؟ قال لك النبي عندكم صلى وهو جنب. قلت له ما تكذبش على النبي. قال لي تذكر. شفتوا الفرق يا اخوانا؟ الروايه صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم نسى قام في مصلاه. خلينا نطلع الروايه الان. انا المكذب له انت. بس اسمعني يا شيخ، انت مو طلبت رايي في المناظره، انت طلبت يا اخي بس اهدى الله يحفظك. الان انا مسيحي، ايش فيك؟ انا اخوك المسلم، انتظر دعني اصحح لك. يا عزيزي يا شيخ نجاح، اسمع الله يبارك فيك، اسمعني. هذه الروايه امامنا، اقيمت الصلاه وعدت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله فلما قام في مصلاه ذكر إنه جنب. انت اول ما قلت بقى استنى، انت اول ما قلت ايه؟ قلت عندك في كتبك ان النبي صلى بالناس وهو جنب. انت اول ما قلت كده. إيه اسمع خليني اوضح لك. وضح لي. هو يعني انت المشكله انه ما صلى، يا بس انت عندك انه قام في مصلاه جنب، هذه عادي عندك يا ابني. انت اصلا انت غيرت المعنى خالص من صلى لتذكر. ايه ده يا اخوانا؟ طيب السيده عوفها يا عم عوفها. السيده عائشه تقول انه كان يخيل اليه يفعل الشيء ولا يفعله. شنو معناها؟ الحديث صحيح. الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. ايوه ما انا عارف انه صحيح. مين اللي رواه؟ ايه ها؟ مين اللي رواه؟ هي الروايه في سحر النبي. مين اللي روى الحديث؟ هي السيدة عائشة. يفتح عليك. خدوا بالكم يا اخوانا، ان يا اخوانا احمدوا ربنا ان انتم مسلمين من اهل السنه والجماعه. خدوا بالكم ان معظم الروايات اللي بيدلوا بها او بيجي يطلعوا بها شبهات علينا، بتلاقي الروايه بيلقوا الشبهه على نفس راوي الروايه. اعيد الحته دي يا اخوانا. انا مش طالع لحد، انا طالع للجمهور. انا عايز كل يوم الناس تتعلم مني بس معلومه 2 3 كفايه. ايه فهمنا عوف فهمنا. اسمع ما انا ايش في هذا؟ اسمع يعني انت عندك مشكله لان عائشه روت الروايه؟ يا اخي اسمع. انا لما بطلع مع مسيحي يا اخوانا مش طالع عشان مسيحي. لما بطلع مع شيعي ما بطلعش عشان الشيعي، انا طالع للناس. والله يا عمي دمرك دمار المسيحي. اسمع بس يا جدع، اسمع بس. ما انت لازم تقول كده، ما انت واحد. اسمع بس. السيدة عائشة يا اخوانا، وشوف هم في حديث اللد، الراجل اللي كان معايا من شويه العمي قالها انه بس راجل فاهم باحث عن الحق. لما في حديث اللد، مين اللي نقل حديث اللد؟ السيدة عائشة. ما كانت ممكن ما تنقلش الواقعة خالص. في حديث كان يخيل إليه، مين اللي نقل؟ السيدة عائشة. فدايما بيمسكوا التهمة على صاحب الرواية. طب ما صاحب الرواية ممكن ما كانش ينقل الواقعة خالص لو فيها حاجة، لو النية فيها حاجة كان ممكن ما ينقلش الرواية، بس نقل الرواية بكل وضوح ودين. أصححها لأبو علي بقى. أبو علي من شوية بيقول لي يعني هي المشكلة كلها عندك إنه تذكر. يا أبو علي ليه أنت غيرت المعنى كله؟
هو اول ما اتكلم يا اخوانا قام قايل لي ايه؟ قام قايل النبي عندك صلى وهو جنب. قلت له انت كذاب، النبي ما صلاش، النبي تذكر، خرج جنب، ولما صفت الصفوف ووقف في المحراب تذكر، فذهب النبي فاغتسل وخرج للصحابه وراسه يقطر ماء، يعني اغتسل وراح صلى بالصحابه. شفتوا الفرق يا اخوانا؟ اصل ابو علي بيقول لي صلى. طيب حديث عائشه رضي الله عنها كان يخيل اليه، انت عارف السيده عائشه تقصد ايه؟ ودي في شرح الحديث ده هو جه بقى، كان يخيل اليه فعل الشيء يعني مع نسائه. في روايه ثانيه بس ابو علي ما يعرفهاش. الناس دي يا اخوانا ما بتقعش على حاجه على الحاجه الحلوه، هم دايما عاوزين يمسكوا الايه؟ المتعاصه بس زي ما احنا بنقول. في روايه ثانيه كان يخيل اليه انه ياتي نساءه ولم ياتهن. دي توضح لك قول السيده عائشه كان يخيل اليه فعل الشيء. يخيل يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شده السحر كان يخيل اليه انه جامع زوجته وما جامعها. اما في امور الدين اعوذ بالله، اعوذ بالله ان النبي يفعل شيئا في امور الدين. احسنت. الان ثواني، ثواني معطيتك مساحه. اسمع هو شنو هو؟ ايش بيك انت؟ يعني ما يصير هيك الشيخ نجاح، الكلام ليس فقط لك. انا راح انطي رايي واسكت. اسمع، استنى بس لحظه. شفت يا اخوانا لما الواحد يتكلم علمي، علم حلو، علم صافي، علم بهدف الوصول للحقيقه، تلاقي علم ما احلاه من علم، وتحمد ربك انك مسلم ومن اهل السنه والجماعه. والله اتفضل يا ابا علي، اتفضل. تفضل يا شيخ نجاح. في بادئ الامر انا ما إلي علاقه لا فيك ولا في المسيحي، لكن انت بما انك قلت لك في العنوان الاولي انت مسلم تشهد الشهادتين، بغض النظر عن اختلافنا العقائديه اللي فيما بيننا، لكن انا ما احب اشوفك في وضع ان المسيحي ما تستطيع أن ترد. لا رديت على الأحرف السبعة، ولا رديت على كلام النبي، ولا رديت على كثير. لا اسمع. لا خلاص هذا رأيي. هذا رأيي. نعم هذا رأيي الشخصي إخوان، هذا رأيي الشخصي. يا سيدي خلاص هذا رأيك، هذا رأيك احتفظ به. خلاص جزاك الله خير. اتفضل بقى. الآن بس ثواني، أنت تطرقت لمسألة مهمة فقط أوضحها ونبتدئ إن شاء الله. أنت قلت أن النبي كان يخيل إليه أو في حديث آخر أنه يأتي أزواجه أو لم يأتيهن، صح ولا خطأ؟ أيوه. أحسنت. بمعنى أنه كان ينسى، يعني كان ينسى. الآن ما هو الدليل أو ما هي كيف الضابطة التي من خلالها نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يروي لنا حديثا وهو في سحره أثناء السحر؟ ما هو الدليل؟ لأن ربنا عصمه في الدين. والله ربنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمر الدين. عصمه في الوحي. أنتم مو تقولون النبي بشر؟ أنتم مو تقولون النبي بشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الوحي وفي التبليغ وفي التبليغ عن ربه، فمحال أن ينسى النبي أو يخطئ خطأ كاملا في البلاغ عن الله وعن رسوله، عن الله سبحانه وتعالى. قد يخطئ خطأ لكن يصحح له على طول فورا، زي الواقعة اللي هي بتاعت الصلاة والواقعة اللي هي دي. احنا بص كلامنا حق، وبنقول في النهايه النبي لم يخطئ، معصوم في تبليغ الدين، بخلاف الاخ ده اللي هو من شويه قال لك النبي صلى وهو جنوب. شوف لما بيجي يكذبوا على النبي بيجيبوا ازاي كذبه كبيره قوي. من شويه قال لك النبي صلى وهو جنوب، قلت له انت كذاب، وروح هات الحديث طلع ايه؟ اراد ان يصلي وتذكر. شفتوا الفرق الشاسع؟ اما احنا بنوضح الحق بدليل النبي بشر يخطئ ويصيب لكن يخطئ في الدين، معصوم في التبليغ عن ربه، عصمه ربه. كلام يا اخوانا زي السكر والله. اتفضل بقى يا اخ عشان اتاخرت بس. براحتك. اذا يعني انا على كل حال انا نصحتك نصيحه اخويه، على كل حال تريد تاخذ فيها تريد ما تاخذ فيها، على كل حال اسمعني شيخ نجاح. سوف ندخل الان في المناظره. اسمعني قبل ان نبدا الجوله.
سوف ندخل في المناظرة مباشرة. أنت اللي طلبت هذا الموضوع، أنت تبدأ وأنا أختم، خليها يعني المناظرة قليلة، لأن أنا متعب وما نمت لحد الآن، وأنت مبين أيضا متعب، فحاول نختصر يعني حتى لو نتحاور فيما بيننا. تفضل. على كل حال. تعبان من ايه يا بابا؟ تعبان من ايه؟ يا اخ علي، تعبان من ايه؟ تفضل، يلا تفضل، اخذ المداخلة. متعب ايه؟ اقول لك ما نايم، انا طالع من الصبح كنت في العمل، وبعد ذلك رجعت وبقيت متواصل في التيك توك ارد على بعض الامور. تفضل. كنت مسحور يخيل الي. تعبان يا علي، تعبان. بقول لك كان في الشغل وطلع على التيك توك بيرد على بعض. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الشيخ نجاح، فقط هذه قبل ان تبدا ثواني. أنت تؤمن أن النبي قد سحر؟ هذا السحر من الشيطان. طيب ماذا الله سبحانه وتعالى قال عن الذي يمسه السحر أو يمسه الشيطان في القرآن الكريم؟ السحر منين؟ قال إيه؟ ماذا قال الله في القرآن عن الذي يمسه السحر؟ ما تقول قال لي إيه يا أخي؟ قال لي إيه؟ ما أعرفش. قول لي. الله ذكر القرآن لو لا؟ القول هذا علما نسب الله في القرآن. قال ايه؟ ما تقول ما شاء الله. القول علما نسبه. القول خلاص ما قال شيء. انت تسوي روحك غشيم. المشركين الله سبحانه وتعالى يقول المشركين الذين يقولون ويدعون على النبي، تمام؟ ما قال الا يقولون الا هذا رجل مسحور. المشركين. يلا تفضل. هو مش عارفه والله. راح اعيد لك الجولة الآن. تغشم نفسك، سوي روحك ما تعرف. يلا. ربنا قال ايه؟ انه ليس له سلطان على مين؟ تفضل. الشيطان يا ابا علي، انه ليس له سلطان على مين؟ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان ليس له سلطان على الذين اتقوا. انا ما اتكلم عن هذه الآية. ايوه. وقال المشركون ان هذا الا رجل مسحور. مش انت قصدك على دي؟ اهو جبت لك. ما انا عارفها، بس انا بحب اجس نفض اللي قدامي اشوفه عارف ولا مش عارف، لان برضه هو الاصل المفروض اللي يطلع يناقش في حاجه او يستدل بحاجه على الاقل يكون عارفها، بس انا حبيت اشوف والله ان انت عارفها ولا لا. بس يعني الان انت مشرك. اعوذ بالله يا اخي. قال لي دخل الشرك بقى. انت تقول بسحر النبي. ايوه. لا استنى، دي كانت تهمه. استنى يا اخي، دي تهمه الصحابه لما شنو؟ ايوه ايوه. انت ايوه. لا انا بغير كلامي. يعني انت مشرك. لا استنى يا اخي، افهم يا اخي. المشركين في عهد النبي لما حبوا يتهموا النبي تهمه اسمها تهمه يا ابا علي الاحمر. يعني انت شكلك مش عارف نايم ولا صح. دي اسمها تهمه. ربنا النبي المشركين يا اخوانا لما حبوا يتهموا النبي قال لك ايه؟ ان هو الا رجل مسحور. تهمه القوها على النبي زي اي تهمه قالوها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا ايه؟ ان هو الا به جنه مجنون. هل النبي كان مجنون؟ يا ابا علي، يا اخ ابو علي، يا ابا علي، هل النبي كان مجنون؟ عياذا بالله. هم قالوا ايه؟ ان هو الا رجل به جنه يعني مجنون. هل النبي كان مجنون او من الجن؟ النبي في كتبك مجنون. هات حديث بس ما تكذبش زي حديث الصحابة. اقرا الروايه رقم 8 من صحيح. اسمع. اي موجود. الروايه رقمها 8 في صحيح البخاري، اول ما ابتدأ نزول الوحي على رسول الله. طيب تقول السيدة عائشة أراد أنت اسمعني، أنت مو سألتني يا عزيز، اعطيني فرصة أتكلم. تقول السيدة عائشة أراد النبي أن يسقط نفسه من شواهق الجبال. بالله عليك، نبي يذب نفسه من الجبل، شنو هذا؟ يعني مجنون. استنى. وبعد طامة أكبر. ما عرف انه نبي حتى. شوف بالمناسبة انت ذكرتني في مسألة. اسمع، هل تعلم يا شيخ نجاح
بأن المسيحيون اللي أنت قبل قليل كنت تناظرهم، هل تعلم بأنهم ادعوا ادعاء بسبب هذه الرواية؟ تعرف لماذا؟ لأن في الرواية هي نفسها، اسمع بس خليني أوصل لك هاي الفكرة يا عزيزي يا شيخ نجاح. ليش تقاطع؟ ما توصلنيش، اصل انت كذبت فيها برضه. المسيح قسما بالله ادعوا ان النبي، اسمع، ان النبي محمد قد اخذ علمه من النصارى. ايش دليلهم؟ لانه ذهب الى ورقة ابن نوفل، تمام، وعلمه، وهو الذي قال له انت نبي. اسمع بس. اصل انت دي ثاني مره تكذب على النبي في 5 دقائق. موضوع ان هو حب يرمي نفسه من على الجبل دي، انت كده ثاني مره تكذب قدام الناس. خش في الموضوع، يلا خش في الموضوع. والله موجوده في البخاري، شنو اكذب؟ طب هاتها من البخاري. هاتها، انت حلفت بالله، هاتها من البخاري. يلا راح اعطيك اياها. البخاري. ايوه. بالمناسبة هي الرواية حتى عندك شو اسمه مرسلة، ما أعرف البخاري كيف قبلها، ما أعرف. يلا على شنو تضحك؟ بضحك على الرازع بتاع وانت بتهبط على طب خلينا نبدأ، يلا خلينا نبدأ وخلاص. يلا ابدأ الآن أخرجها لك. لا خليك معايا بقى عشان أعرف أكلمها. يلا معاك تفضل. الرواية موجودة هسه أخرجها لك، يلا تفضل. طب خلاص أنا معاك أول لحد ما أكتبها. يلا إيه تفضل يلا. لا نبدأ المناظرة مالتنا، نبدأ المناظرة. بس انت مش هتلاقيها، انا بس عايز اشوف وشك الحلو ده. خليك معايا ولا تجيب الروايه، انا معاك اللي انت عايزه. بس انت بص، قلت لك انت في 5 دقائق كتبت على النبي مرتين. لا الروايه موجوده. النبي اراد الانتحار من شواهق الجبال، صعد الى الجبل واراد ان ينتحر، موجوده. طب انا معاك برضه، شو هتجيبها ولا ايه ولا خلاص؟ ايه ابدا المناظره انا اجيبها لك، انت معي كاس، انا وين رايح؟ لا ابدا المناظره يبقى في بالي كده، احب اشوف وشك الحلو ده. يصبر شوي. يلا هاي جبتها لك، جبتها. انا كذب عليك. يلا اقراها كده لو سمحت. يلا هاي يا عزيزي. هذا شنو هذا؟
صحيح البخاري. خورس. يلا ايش قد رقم الرواية؟ شوف باب أول ما بدأ به الرسول الله من الوحي والرؤيا الصالحة. رقم الرواية 6982. الرواية طبعا طويلة إلى أن يقول اسمع يا عم خلينا نتكلم، والله عجيب انت امرك. الحديث كام؟ هات لي 6982. ماشي. هسه اريدك تضحك زين، خوش اريدك تضحك كل الزين. يلا قسما بالله اخوان ذولا ما قارين كتبهم، قسما بالله ما قارين كتبهم. يلا هات. وفتر باوع انا مطلعها لك لا تدوخ نفسك. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا يترسى من رؤوس شواهق الجبال. اسوي لك بوم لو ما اسوي لك؟ ها اسوي لك بوم ولا لا؟ اقرأها تاني كده لو سمحت. يقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غنى منه أو عنا منه مرارا يتردى يعني يذهب إلى شنو؟ من رؤوس شواهق الجبال. يعني النبي أخوان كان يصعد إلى شواهق الجبال يريد ينتحر، لأن الوحي اتأخر عليه، فالنبي كان حزينا. يلا هاي تكذبها؟ هسه نبيك شنو مجنون ولا مو مجنون؟ مجنون ولا لا؟ استنى اولا ارد عليك. والله مسكين انت، كل ما تجي وياي خليك في موقف محرج. لا سيبك من الكلام ده كله، ارد عليك انا بقى، ارد عليك يلا. ولا ما اردش؟ طيب انت دلوقتي زين يلا رد. يا جدع لو قلت لك اشرحها لي تعرف تشرحها لي لو سمحت؟ لو انا بقول لك دلوقتي والله انت اشرحها، انت عالم سني اشرحها لنا. انا بقول لك دلوقتي لو انا بقول لك اشرحها لي تعرف تشرحها لي لو سمحت؟ ما خلاص الان الروايه صح ولا اي مو مشكله، بس قبل ما نشرح الروايه موجوده صحيحه في البخاري ولا كذبتني قبل قليل؟ قلت لي ما راح تلقاها. بس لا دي من بلاغات الامام الزهري، مش هقول لك لان انت ما تعرفش يعني ايه بلاغات الامام الزهري وكده، بس انت تعرف. انا ما اعرف بلاغات الزهري، تعرف. طيب الروايه السنيه ولا شيعيه؟ الروايه سنيه ولا شيعيه؟ يا جدع اسمع تعرف تقول لي بلاغات الامام الزهري؟ يلا اشرح لنا الروايه حبيبي، اشرح لنا الروايه. بص يا اخوان، علم الانسان ما لا فرجف بها ترجف بوادر حتى دخل على خديجه رضي الله عنها. اجيب لك من نص الروايه. فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجه ما لي واخبرها الخبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت راح تقرا الروايه كلها؟ الروايه طويله يا شيخ، اقرا لنا بس محل الشاهد. اسمع بس يا اخي اسمع. انت ما انت دقيقه واحده لا تقاطع عشان الناس تفهم. انا بقول لك انا مش طالع لك، انا طالع للناس. فقال يا خديجه، فقال لها واخبرها الخبر. يعني النبي حكى الخبر ما حدث. وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل القر وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجه حتى واتت ورقه فيكتب العبري ما شاء ان يكتب. وكان شيخ كبيرا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال ورقه ما ترى فاخبره النبي فراى. فقال ورقه الله اكبر. نبي السنه ياخذ علمه من ورقه بن نوفل. ما يعرف هو نبي يعني والله ما يعرف. انا قبل قليل شيء قلت لك النصارى المسيح يستدلون بها على الدين الاسلامي بسبب هاي الروايه. يقولون ما يعرف هو نبي، محمد ما يدري بروحه نبي. النصراني ورقه ابن نوفل قال له انت نبي، قال له ما شاء الله شكرا لك مع السلامه. دين هو هذا دين؟
تفضل يلا كمل اشرح. يلا اشرح. اسمع شو عرفك انك ما تعرفش حاجه والله. خدوا بالكم اخوانا من الكلمه دي، خدوا بالكم من الكلمه. يلا اقبل الجوله واشرح. يلا اقبل الجوله واشرح. لا استنى ما اشرحها. لو اشرحها عشان اسمع. خدوا بالكم يا اخوانا. اقبل الجوله واشرح لك الوقت كله، بس اقبل بس عشان نبدا. خدوا بالكم. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ورقه بيقول له سيدنا النبي، اسمعوا يا اخوانا. ثم لم ينشب ورقه أن توفي وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا اخوانا، لحد هنا الكلام خلص. لحد هنا الحديث خلص. اسمعوا بقى يا اخوانا. فيما بلغنا يعني دي من بلاغات مين؟ من بلاغات الامام الزهري وليس الحديث، وليس اصل الحديث. انتوا اخوانا بقى ما بيحبوش بقى يجيبوا الكلام قبله بشويه وبعده بشويه. ليه؟ هم بيحبوا يجيبوا لك ايه؟ بيحبوا يقعوا على النقطه اللي هي ايه؟ اكررها تاني يا اخوانا. ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفطر الوحي فتره حتى حزن النبي فيما بلغنا. يعني النبي حزن حزن فيما بلغ الامام الزهري وليس بالحديث، مش في اصل الحديث. بس هو مش هيجيب لك الكلمه دي يا اخوانا، مش هيجيب لك الكلمه دي. هو ابو علي، ابو علي برضه بيحب يقع على الحاجات اللي ايه. اكررها تاني يا اخوانا. كمل. اسمع بس اسمع. وفطر الوحي. كمل. ايوه هكمله. وفطر الوحي فتره حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. اللي بيحدث الحديث اللي الزهري بيقول لك فيما بلغنا. بلغوا ايه بقى؟ حزنا غدا منه مرارا حتى يتردد. دي من بلاغات الامام الزهري وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا اخوانا؟ ابدا يا ابو ابدا يلا ابدا. كملت الان. لازم اعقب شتى، مو بس ترسل. لا خلاص بقى. اسمع. الحجر الان الروايه موجوده ولا لا؟ الروايه موجوده ولا لا؟ ايه موجوده يا اخوان. مقبوله في انحشر. شوف انحشر. ما يرضى والله، ما يرضى ايش اسمه. هات الجوله بس. يلا هات الجوله. زين هو يعرف نبي لو مو نبي؟ هات الجوله. طيب النهارده اخوانا مع الله اعلم بقى تبقى قد ايه. يبقى كل واحد جوله 2 3 الله اعلم. هنتكلم شويه مع ابو علي في وفاه او كيف مات النبي صلى الله عليه واله وسلم. عندنا احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مات موته طبيعيه خالص صلى الله عليه وسلم. النبي مرض، تعب عادي خالص، وبناء على هذا التعب الشديد الذي ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه واله وسلم. الجماعه دول بقى المفترين العاده يعني طلعوا وافتروا علينا افتراء ثاني. ليه ايه بقى؟ بيقولوا ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لدت النبي، يعني وضعت له الدواء بس كان في الدواء سم عياذا بالله. فالسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لدت النبي ومات صلى الله عليه وسلم. سؤالي لابو حسن بقى، هساله سؤالين 2 بس كده بسرعه. يا ابو حسن، لماذا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ظلت منتظره لاخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان تلده؟ هي لو عايزه تسمم النبي يا اخوانا، لو السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عاوزه تسمم النبي صلى الله عليه واله وسلم وتقتله زي ما هم بيقولوا، فلماذا انتظرت لاخر لحظه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلام ده يا اخوانا الواقعه دي كانت في مرض النبي اللي هو مات فيه. فلو السيده عائشه عاوزه تعمل العمله دي عياذا بالله وعاوزه تلد النبي صلى الله عليه وسلم وتضع له السم، فلماذا انتظرت عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الى اخر لحظه حتى تقتل النبي وتضع له السم؟ حديثه سؤال بريء يعني. السؤال الثاني، لماذا لم يعصم الله نبيه ويبلغه بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها وضعت له السم في الدواء؟ لأن احنا عندنا ايه يا اخوانا؟ ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فليه ربنا في الواقعة دي سبحانه وتعالى لم يخبر نبيه أو ينزل عليه الوحي بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قد وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم الله نبيه من هذه الفعلة الشنيعة؟ لأنهم هناك ما بيقولوش إن السيدة عائشة بس، لا، طبعا بيقولوا السيدة عائشة وأبو بكر وعمر كلهم تآمروا على قتل رسول الله، وبيستدلوا بالكلام ده عليه يا إخوانا. بيقولوا إن سيدنا عمر
شوفوا الافتراء سبحان الله. بيقولوا ان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر تخلفوا عن جيش اسامه عشان يفضلوا مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، يسندوا معاها في المهمه، هذه المهمه القذره على حد زعمهم، ان هم يسندوا مع السيده عائشه ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا اخواننا التاليفات والشروحات والاختراعات؟ هم عشان تعرفوا دي، هم بيقولوا ان سبب تخلفهم عن جيش اسامه عشان يفضلوا مع عائشه ويتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدول سؤالين اتنين يا ابو علي، زي ما انا بحب الغيري هحب النفس. انا دايما بحب سؤالين اتنين في الجوله، واحيانا سؤال واحد كمان. لماذا انتظرت عائشه رضي الله عنها وارضاها الى اخر ايام النبي حتى تضع له السم، ولماذا لم تتخلص من النبي بدري؟ ما النبي دي كان مع السيدة عائشة طول عمره يا اخوانا، لو عاوزة تسمي النبي كانت هتسمه بدري، اشمعنى والنبي راح يموت يعني؟ السؤال الثاني، لماذا لم يعصم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من السم او من القتل، وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وايه بقى؟ ان آية العصمة دي كانت نازلة عن النبي قبل الواقعة دي كمان ب4 شهور، يعني النبي هو راجع من حجة الوداع وفي حديث غدير خم نزلت الآية، يعني الآية كانت نزلت. عشان أبو علي ممكن يقول الآية ما كانتش نزلت لسه، لا الآية نزلت على النبي، لأن الآية دي نزلت عندهم هم، إن الآية دي نزلت على النبي في واقعة غدير خم، هو راجع من حجة الوداع وقام واقف أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه وكذا وكذا، وأنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ يعني بلغ بالكلام ده، إن من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني الآية دي برضو نازلة مخصوص في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، بتأمر النبي إن هو يبلغ الناس بالكلمة دي، من كنت مولاه فعلي مولاه. فالآية كانت نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سؤالين صغيرين بس هم يا أبو علي. طيب وافق على الجولة. بعثت لك. أحسن. شيخ نجاح، أرجو رجاء أخوي عدم المقاطعة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وعلى آله المعصومين المنتجبين وعلى أصحابه الميامين. أخواننا الأعزاء، في بادئ الأمر أنا ما أعرف الشيخ أخذ هذه المداخلة تكلم فيها عن قضية قتل النبي، وعلى أساس أنه هو يكون موضوعنا لهذا اليوم في قضية صلح الحسن من معاوية، لكن هو أخذ هذا الموضوع وتكلم. شوف ناسي ما يدري، والله ما يدري، مسكين مشوش هذا المسيحي، فر دماغك فر، نسى حتى عنوان المناظرة، تكلم في قتل النبي وإحنا محضرين لموضوع صلح الحسن مع معاوية. ما أعرف والله العظيم. على كل حال سوف نجيب على أسئلتك. زين، السؤال الأول يقول لماذا انتظرت عائشة إلى آخر حياة النبي ولم تقتله؟ أولا، هي من أين تعرف عائشة أن هذا هو آخر حياة النبي؟ يعني عائشة عندك تعلم علم الساعة أو تعلم علم الموت؟ عند عائشة علم المنايا؟ تعرف أن النبي راح يموت بهذا الوقت حتى تعطيه هذا السم؟ ما أعرف من أين أنت جئت بهذا الاستدلال. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هنالك مؤامرات عديدة كانت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه المؤامرة، قبل مؤامرة اللد وقبل مؤامرة السم، وواحدة من هذه المؤامرات هي كانت في العقبة. خليني أرجعك في الزمن شوية يا شيخ نجاح، لأن ربما غلبك الوجع.
في العقبة يا أخوان يروي كبير علماء أهل السنة اللي هو ابن حزم الأندلسي، يقول هنالك روايات رويت عن طريق الوليد بن جميع، والوليد بن جميع هو أحد رواة صحيح مسلم وهو من الثقات. يقول جاءت أخبار عن طريق الوليد بن جميع إن أبا بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة أرادوا قتل النبي. شوف، إذن هذه المحاولة الأولى أو ربما الثانية التي هي لقتل النبي، تمام؟ فهذه مال السم ليس الأولى، ليس الأولى. خلي ببالك يا شيخ نجاح. بعد أن عجزوا ذهبوا إلى هذه المحاولة، هذا انتهينا من عنده. ماذا يقول؟ لماذا لم يعصم الله النبي من الناس؟ طيب أنت عندك أساسا هو ما معصوم من الناس. أنت مو عندك، أنت الآن إذا أسألك سؤال راح أقول لك شيخ نجاح ماذا تعتقد في نبي الله محمد؟ كيف مات؟ سوف تقول لي مات بسبب سم اليهودية. خلاص، يعني الله ما عصم من الناس، لأن بالنهاية النتيجة الإجمالية أنه مات بسبب سم اليهودية. انتهى الموضوع، النتيجة طارت حتى النبوة. لأن اليهودية أخوان ماذا قالت؟ زعمت اليهودية إن كان نبيا سوف لن يموت في السم، وإن كان غير ذلك إنه يدعي النبوة أو إنه ملك أو عفوا ملك سوف يموت بأثر السم. بعد 4 سنوات مات بأثر هذا السم، وهو قال لقد وجدت أثر ذلك الطعم السم الذي أكلته في خيبر فانقطع إبهري. انتهى الموضوع. يعني في النهاية هو مات بسبب اليهودية، يعني سقطت النبوة. شكرا لك شيخ نجاح، وأثبتت أن الله لم يعصم نبيه من الناس. طيب أنت قبل قليل كنا نتحدث في السحر، لماذا الله لم يعصم نبيه من السحر؟ هذا الذي سحر النبي لماذا الله لم يعصمه من السحر؟ وقع على النبي السحر بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وهذا تكلمت أنت على غدير خم. غدير خم يا عزيزي موجود في رواية صحيحة حتى في كتبك تستطيع أنت أن تنكرها؟ ما تستطيع أن تنكرها. فهذه الجولة انتهت، ما راح أسألك فيها إلا سؤال واحد إذا حبيت تكمل في نفس الموضوع. الآن أخواننا الأعزاء، ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ إنه النبي شوفي قد نهاهم عن اللد. طيب لماذا عصوا أمر النبي يا شيخ نجاح؟ هل نساء النبي طبقوا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أم خالفوا هذه الآية؟ تفضل، وإذا تحب تتكلم في صلح الحسن بكيفك، يلا تفضل. الحمد لله، الحمد والصلاة والسلام على النبي وعبده ثم أما بعد. هو بقول من شوية طب السيدة عائشة رضي الله عنها عرفت إن النبي كان هيموت إزاي؟ لأن النبي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر مرة وقال أيها الناس إن عبدا قد خيره الله من بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين أن يختار لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر الناس بقرب أجله إن هو يموت صلى الله عليه وسلم. الحديث عندنا في البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن النبي صعد المنبر وقال أيها الناس إن عبدا قد خيره ربه بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين أن يختار لقاء الله فاختار لقاء الله. فخلاص النبي أساسا كان عرف الناس إن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده نزلت عليه آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طبعا حديث والله يعصمك الناس هو الحكم للناس بقى، هل هو جاوب عليه ولا ما جاوبش عليه ما أعرفش. ماشي. طيب هو سألني سؤال بقى يا اخوانا، هل ان الصحابه هنا اطاعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعه النبي قال لهم لا تردون،
بس ده حاله استثنائيه، حاله خاصه. النبي صلى الله عليه وسلم مريض صلى الله عليه وسلم، ينام على فراش الموت والمرض، والصحابه طبعا واجب عليهم ان هم يعطوا دواء الذي يظن فيه انه فيه شفاء لرسول الله. يعني انت مثلا دلوقتي انت في بيتك اهو ومعاك مريض، هتعمل ايه؟ لازم بتعطيه دواء، حتى لو قال لك انا مش واخد بتديله. ليه بقى؟ ظنا منهم وخوفا منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي ياخذ الدواء حتى يشفى باذن الله عز وجل. ولماذا؟ لان البخاري رحمه الله رحمه واسعه وضع هذا الكتاب اول ما وضعه في كتاب الطب، يعني هم ارادوا ان يطببوا اي الشفاء والطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والا الواقع ده يا اخواننا كانت في بيت فاطمه، كانت في بيت فاطمه، هم يقولون بان النبي مات في بيت فاطمه، فاين كانت فاطمه واين كان علي؟ وهل هم ايضا كانوا فيهم وكانوا ممن عصوا امر رسول الله؟ ما هي طبيعيه، يعني الواقعه دي كانت في بيت فاطمه، او النبي مات في بيت فاطمه. طيب فاين كانت فاطمه؟ ما كانتش واقفه جنب ابوها صلى الله عليه وسلم؟ واين علي؟ ما كانش واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل هم ايضا خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاي نعم قال لهم لا تلدوني، لكن هم احرص في هذا الوقت على شفاء رسول الله، لان النبي مريض وارادوا ان يعطوه الدواء صلى الله عليه واله وسلم. الكلام بقى يا اخوانا انا جاوبت له اهو. الجواب بقى لابي علي، اين عرف لي معنى اللد، عرف لي معنى اللد. وهل الالتداد هو طريقه للقتل ولا لا؟ سؤالين برضه سهلين هم يا ابو علي. ما معنى اللد؟ يعني ايه كلمه اللد اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لهم لا تلدوني؟ ما معنى كلمه اللد يا ابا علي في اللغه؟ وهل الالتداد، يعني لما واحد يلد واحد، هل هو طريقه للقتل؟ لان هم دلوقتي يا اخوانا كله بيقول لك ان السيده عائشه لدت النبي، لا في لفظ قتلت ولا لفظ سمت ولا يقدروا يجيبوها، هو كل ما في الموضوع لد رسول الله، وقال لهم النبي لا تلدوني. طيب ما هو اللد؟ عايزين نعرف يا ابو علي الساده المشاهدين، عايزين نعرف لهم يعني ايه اللد. وهل الالتداد طريقه للقتل ولا لا؟ دي الفيصل يا اخوانا. مين يقول ما هي طريقه الالتداد؟ وهل طريقة الالتداد دي فيها طريقة للقتل، يعني تؤدي للقتل ولا لا؟ سؤالان برضه سهلين قبل ما اخش لك بقى في الغويط. ما معنى كلمة اللد اللي النبي قال لهم لا تلدوني؟ وهل الالتداد هو طريقة للقتل ولا لا؟ يعني لما واحد يا اخوانا يلد واحد، هل بالطريقة دي يقتل؟ زي ما احنا عندنا يقول لك ايه؟ استخدم آلة حادة تؤدي إلى القتل. يعني يقول لك مثلا توكل راح يقتله، طب معاه آلة تؤدي إلى القتل؟ خلاص آلة حادة، يعني واحد شايل سكينة وراح يموت واحد، وارد ان هو يموت، وارد لان دي تؤدي للقتل، كسكين هيقتله، دي أداة تؤدي إلى القتل. فأنا عايز أسأل أبو علي بس إن الحديث كله لد أو لد رسول الله، لا تلدون، هي دي الكلمة اللي استخدمها. فأنا عايز أعرف يطلع لنا كده أبو حسن كده كلمة حلوة كده، ما معنى كلمة الالتداد أو اللد؟ وهل الالتداد هو طريقة للقتل ولا لا؟ سؤالان يا ابو علي سهلين وبسيطه، الحق يكتبوا على الكمبيوتر بسرعه كده وطلعوا منها. تاخذ الجولة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان كما استمعتم، أنا ما أعرف سماحة الشيخ ليش ترك موضوع الصلح وذهب إلى موضوع قتل النبي، لكن لا إشكال، نجيب نحن على كل الأسئلة التي تخص كل المواضيع. تمام. سألنا فضيلة الشيخ قال عرف لنا اللد هو عندما يمرض الإنسان يأتوا أهله فيلدوه دواء، هو في المصطلح العام يطلق على الدواء، يلدونه من حيث لا يعلم. تمام، يلدونه من حيث لا يعلم ويضعون الدواء
في فمه، وهو إما أن يكون نائما أو مغمى عليه. هنا رسول الله قد أعطي هذا الدواء يعني وهو كان نائما، وهذا الدواء عندما أعطي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بالجبر. النبي كان ما يعلم وأعطوه الدواء، كأنما القضية فيها جبر. طيب هو وين الشيخ يريد يوصل؟ يريد يوصل في المجمل أنه اللد مسألة تخص الدواء، هل يعني معقول اللد يقتل الشخص؟ هو هذا الشيخ ترى بالمجمل اللي يريد يوصل له، لكن أنا ما يعبرني فد شيء يا أخوان. الشيخ نجاح ماكو طبعا فد شيء ينكر أنه الدواء إذا وضع فيه هذا اللد، إذا يضعون معه السم خلاص انتهى الموضوع. يعني هو هذا إشكالنا الأساسي، أن السم وضع في اللد. عندما لدوا رسول الله كان هذا الدواء مسموما. تمام؟ بالله عليك يا شيخ نجاح، النبي محمد يعني ما يعرف أن هذا الدواء لا ينفعه؟ وعائشة يعني هي أفهم من النبي تعطيه هذا الدواء وتلده؟ ما أعرف، يعني والله ما أعرف كيف تفكرون. هو نهاهم عن اللد وقال لهم لا تلدوني، ولدوه دون أن يعلم. تمام؟ الآن عندما قال لهم لا تلدوني كان يعرف مصلحته رسول الله أم لا؟ سمعتم كلكم يا ناس، قال الشيخ هذه حالة استثنائية، قال هذه حالة استثنائية. الآن شيخ نجاح أمام الجمهور أتحداك أن تأتي من القرآن بأن النبي طاعته في حالة استثنائية وفي حالة تكون غير استثنائية. أتحداك يا شيخ نجاح، أتحداك يا شيخ نجاح أن تأتي بآية من القرآن تقول إن طاعة النبي تكون نسبية، أو تقول إن طاعة النبي تكون في مواقف تكون فيها استثنائية. هذا سؤالي سجله عندك. أين أجد آية لرسول الله أو حتى هو من رسول الله حديث يقول إن طاعة الرسول طاعة فيها استثناء؟ أين أجد هذا الكلام؟ أخوان، بالتفاسير الفريقين السنة والشيعة متفقين إن طاعة النبي طاعة مطلقة، والله ربط طاعته بطاعة النبي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة مطلقة خلاص، وأطيعوا النبي طاعة مطلقة. ما أعرف شيخ نجاح من أين جاء بهذا الاستثناء، ما أعرف، خلي جاوبنا عليه. طيب ماذا قال بعد؟ قال هم لدوا ما أعرف شني. أخي العزيز هي قلت لك هي كانت مؤامرة وجاوبناك عليها. الآن سؤالي لفضيلة الشيخ نجاح في نصف دقيقة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو الشريان المتصل في القلب يا أخوان. تمام؟ في رواية صحيحة عندك تقول، اللي أنا أخرجتها قبل قليل إليك، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن ما زلت أجد أثر ذلك الأكل الذي أكلته بخيبر وأجد منه أنه قد تقطع إبهري. هذه الرواية الآن تثبت أن النبي قد تقول على الله أقوالا، وأن الله أخذ منه بالوتين، لأن الله قال إذا تقول علينا نأخذ منه بالوتين، والنبي قال ما زلت أجد أثر ذلك السم الذي في خيبر وقد قطع أبهري. والأبهر أخوان والوتين هو نفس الشريان بالمناسبة. هذا سؤالي لك يا شيخ نجاح. ويبقى السؤال أيضا الثاني قائم:
هل أطاعوا النبي أم عصوه عندما قال لهم لا تلدوني لا تلدوني؟ والقادم إن شاء الله أكثر أبين في المداخلة القادمة. تفضل. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على النبي وعبده ثم أما بعد. أيها الأحبة، السؤال الأولاني: هل أطاع الصحابة النبي هنا أم عصوه؟ في هذه الحالة الظاهر من الحديث أنهم لم يطيعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالفوا أمر النبي حرصا على رسول الله وخوفا عليه من المرض، وإنما أرادوا شفاءه. ليه بقى أنا قلت الكلمتين دول ليه؟ لأن هو ده ظاهر الحديث، كتاب الطب لد النبي يعني أعطوه العلاج. ليه بقى؟ لأن أنا هجيب له قصة سيدنا علي في صلح الحديبية، هقول له سيدنا علي خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيقول لي أنا عارف هو هيقول لي إيه؟ هيقول لي نعم خالف أمر النبي لكن بسبب تعظيمه وتوقيره لرسول الله، لأنه هو مرضاش يمحو كلمة رسول الله. هو الإجابة بتاعته كده. هقول له ما سيدنا علي في صلح الحديبية خالف أمر النبي، لما قال له امحوها يا علي قال له والله لا امحوها أبدا يا رسول الله. هقول له ما سيدنا علي هنا خالف أمر النبي، وهنا الصحابه خلفوا امر النبي. في بتاعه سيدنا علي وانا اللي بقول لك هو هيقولها هو قبل ما يقول، هيقول لي بس هو اراد محبه النبي وتعظيم النبي، ان هو ما يمسحش كلمه رسول الله. ما انا اقول له دول برضه الصحابه دول والله كانوا خايفين على النبي وكانوا عاوزين ان النبي يخف ويشفى باذن الله، عشان كده اعطوا الايه؟ اعطوا له الدواء. هذا الاولانيه يا اخوان. ماشي؟ طيب الثانيه بقى، هو من شويه بيقول لي المشكله مش في اللد، المشكلة في السم الذي وضع في اللد. صح يا اخوانا؟ قال كده، قال لي المشكلة مش في اللد او ان اللد طريقة للقتل ولا لا، قال المشكلة في وضع السم في اللد. ائتني يا ابا علي يحمر بدليل، باي دليل ان اللد كان فيه سم. صح يا اخوانا ولا لا؟ دور ان انا اقول له كده. هو بيقول لي المشكله مش في اللد، المشكله في السم الذي وضع في اللد. ائتني انت باي دليل، باي دليل على ان اللد كان فيه سم، او ارادت عائشه او عائشه وضعت السم في اللد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال بقى، السؤال هل مات؟ سؤالي لك، لسه عندك اسئله يا ابو علي؟ اصل انا ما سجلتهاش كده. لسه عندك اسئله؟ انا كده جاوبت على الاثنين. لسه عندك حاجه؟ لسه عندك اسئله؟ خلاص طيب يبقى انا جاوبت على كل اخر. انت ما جاوبت على سؤالي. لا جاوبت على سؤالين هم. السؤال بتاع هل هم عصوا النبي واتبعوا النبي ولا لا؟ قلت لك. عندك سؤال ثاني؟ انت شنو جاوبت على هذا السؤال؟ جاوبت عليه يا اخوانا، قلت ان هم في هذه الحاله النبي قال لهم قالوا لهم لا تردون، وخالفوا امر النبي هنا، بس هم ارادوا بذلك ان هم ايه؟ خوفوا مع النبي، حبوا يعطوا الدواء للنبي عشان يخف ويشفى باذن الله عز وجل. زيها زي السؤال الثاني ما جاوبت عليه، اللي هو نون، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى اي لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. خلاص انا اللي بقول لك فكرني، يا اخوانا. هو بيقول بس ابو علي دايما مش عارف بيكذب على النبي ليه. النبي بيقول في الروايه بتاع الحديث لو جابها فهذا اوان انقطاع ابهري، يعني النبي لما ينقطع ابهره بسبب السم عياذا بالله. واولا النبي بيقول هذا اوان يعني حتى كاد اني لاجد اثر السم. خلاص انتهى الموضوع. يعني حان اوان، يعني النبي كذب، يعني ما يعني انقطع ابهر في النهايه، وانتم تقولون مات بسم اليهوديه. شكرا لك شيخ نجاح، انتهى الموضوع برمته. شكرا لك. هو النبي يقول حان الان وقت انقطاع ابهري، انتهى الموضوع. انت قاطعتني ليه؟ قاطعتني دي من الادب يعني. يلا تفضل، يلا تفضل رد لنا على هذا السؤال. والله ما فاهم حاجه يا اخوان. هو اولا جاب حاجتين بيربط بينهم وما فيش بينهم رابط. رد لنا على هذا السؤال. الآية تقول لو تقول علينا. اسمع يا اخي، كويس انك عرفت تقرا صح. الايه بتقول لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين اللي هو الشريان اللي هنا اللي بيوصل للقلب. خدت بالك ازاي؟ فربنا بيقول فيها تحذير وتهديد
ان اي واحد يتقول على الله بغير علم وهيكون في دين الله بغير علم حتى لو كان النبي، هتبقى دي عقوبته صلى الله عليه وسلم. بس النبي عمره ما هيعمل كده. زي حديث ايه النبي قال: فهذا اوان يعني اني لاجد اثر السم حتى كاد ان ينقطع ابهري من شده السم الذي وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ان احنا ماكو كاده، والله ماكو كاده. ما تسمع بس يا اخي، اسمع. جاوبت له على السؤال. يلا براحتك. خلاص جاوبت له برضه على السؤال، ويجيبها لي يثبت لي بقى. انا عايز بص يا اخوانا، يثبت لي بالدليل بقى ان النبي ابهره انقطع وتم قطعه بالفعل، ويثبت لي دليل تاني برضه ان السم كان في لد عائشه. مش هو بيقول دلوقتي المشكله مش في اللد، المشكله في سم عائشه رضي الله عنها وارضاها. يثبت لي في السم، يجيب لي دليل قاطع بقى على ان اللد كان فيه سم، ويجيب لي دليل قاطع من غير لف ودوران ان ابهر النبي انقطع في هذه اللحظه من السم، مش كاد. يعني انت احيانا بتبقى قاعد مع واحد تقول: شوف يا اخي من شده الالم اللي انا فيه انا حاسس ان دماغي هتفرقع. صح يا اخوانا؟ واحد يقول: انا عندي صداع جامد قوي دماغي هتفرقع. هل هي فرقعت؟ ما فرقعتش، بس هذا دليل على شده المرض. بس حافظه يا اخوانا وسام. فانت جيب لي دليل بقى على ان ابهر النبي انقطع، ودليل على ان اللد كان فيه سم. واخر سؤال بقى عشان ما نقعدناش نطول، اخرنا الساعه 1:30. اين كان علي وفاطمه من هذا كله؟ 3 اسئله دم، اوعى تحورهم. هات لي دليل على ان اللد كان فيه سم، وهات لي دليل على ان ابهر النبي انقطع او مش كاد ان ينقطع، واين كان علي وفاطمه من هذه الواقعه كلها. اتفضل عشان لسه مداخله وانت مداخله بس. طيب احسنت. شيخ نجاح، انت قلت في الروايه شنو؟ النبي ماذا قال؟ كاد ان ينقطع ابهر. ماذا قلت انت في الروايه؟ ان النبي ماذا قال؟ كاد ان، لا يعني دي تفسيرها. كاد ان ينقطع، كاد ان ينقطع ابهر. لا ماكو هذا الكلام، ليش تدلس؟ لا شيخ نجاح ليش تدلس؟ هذا كلمة كاد ما موجودة في الرواية. اقرأ الرواية. ما موجودة في الرواية. أنا عارف أنت عارف هتجيب كلمة. إخوان هاي الرواية وين كلمة كاد؟ شيخ نجاح هاي 100 مرة أقول لك. اسمعني يا شيخ نجاح، اهدى الآن مداخلتي. 100 مرة قلت لك وياي لا تدلس، لأن أنا التدليس ما ينفع وياي. أنا التدليس أكشفه. أنا عارف ليش اكشفه؟ لان الروايات كلها هنا معشعشه. بس اهدى يا شيخ نجاح، مداخلتي ارجوك. كذبت. اسمع يا شيخ نجاح، ارجوك يا رب يا شيخ نجاح، ما اسمح لك. لا اخذ مداخلتي، ما اسمح لك. رجاء اهدى، خليني اكمل مداخلتي يا شيخ. ارجوك خليني اكمل مداخلتي. اخوان كلكم سمعتم انه قال كاد. الآن سوف أستخرج أمامكم على الكاميرا. لا توجد كلمة كاد. تفضلوا أخواننا الأعزاء. هيجيب كلمة أوان. شوفوا أخوان، أين كلمة كاد؟ يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر. وينها كاد؟ وين كاد؟ ليش تدلس يا شيخ نجاح؟ ليش تدلس تفسر الامور بمزاجك وعلى كيفك وتخلق اسئله بكيفك؟ اذا يبقى السؤال قائم. عندما انقطع ابهر النبي، هل تقول على الله كذبا؟ الايه واضحه، اذا تقول النبي على الله ينقطع ابهاره، تمام؟ يأخذ وتينه. فالنبي تقول اخوان، اما ان تنسف الروايه ويسقط دينك، او تقول نعم النبي تقول على الله وانقطع ابهره. شوف انتهى الموضوع، تمام؟ هذا رقم 1. رقم 2 اخوان، خرد على اسئلته. يقول في صلح الحديبية، أنا ما أعرف يعني أهل السنة أي موضوع نحاور فيه يقفزون فيه على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ما أعرف صدق، يعني هذا الرجل الله فتن فيه الأمة. يعني في رزية الخميس علي، في الخلافة علي، في الإمامة علي،
الآن في موت النبي علي، لكن لا إشكال نجيب على إشكالك. أولا النبي لم ينكر على علي بن أبي طالب في صلح الحديبية، تمام؟ عندما قال له امحها يا علي، لم ينكر عليه، تمام؟ بل عندنا روايات تقول إن النبي وضع يده فوق يد علي ومحوها سوية، تمام؟ وإن علي قد أنكر على المشرك الذي طلب من النبي محو اسمه. شفت يا شيخ نجاح؟ وإذا ما تصدق كلامي ارجع إلى العالم الكبير النووي بشرحه على صحيح مسلم، يقول إن الفعل الذي فعله علي بن أبي طالب يعتبر من الأدب المستحب. وهذا الجواب تتذكر في تلك المناظرة لما ناظرتك به وجاوبتك وأنا مغمض العينين، تتذكر؟ لو أذكرك راح أرجعك للزمن من جديد، أنا كل ساعة ظل أرجع بيك من جديد، تمام؟ أخواننا الأعزاء، بينما في قضية قتل النبي النبي عاقبهم. شلون؟ قال لهم لا يوجد أحد في البيت إلا يولد. هذا هو محور، انتهى خلاص شيخ نجاح، انتهى الموضوع. النبي عاقبهم. أنت تقول لم يطيعوه في حالة استثنائية، ما استطاعت أن تبين أين أجد طاعة النبي استثنائية في موقف واحد، ما استطاعت أمام جمهورك. تكذب القرآن يقول بالطاعة المطلقة، وأنت تكذب على الله وعلى الرسول تقول استثنائية. وحتى وإن كانت استثنائية فإن النبي أجبرهم أن يولدوا. بل يا ناس يا عالم، ميمونة كانت صائمة وأجبرها النبي على أن تولد. شفيك يا شيخ نجاح؟ معقولة؟ إذن يبقى السؤال قائما، أين أجد إن هذا اللد في حالة استثنائية أو طاعة النبي حالة استثنائية؟ ويبقى أيضا السؤال قائم، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والنبي قال انقطع ابهري. هل تقول على الله كذبا أم لا؟ تفضل يا شيخ نجاح، معك المايك. هذه آخر مداخلة إليك وبعدين أنا أختم. لا لسه ما قلتليش أين كان سيدنا علي، ما قلتليش لسه أين كان سيدنا علي. أنا زاك أنت هذا سؤالك، هذا ما سجلت السؤال، شنو سؤالك؟ قلت لك والله أين كان علي رضي الله عنه وفاطمة. أين كان علي وفاطمة؟ تفضل. أي في المداخلة القادمة سوف أجيب، تفضل. طيب، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على النبي وعبده، ثم أما بعد. يا أخوانا، حتى لو هو عاوز يثبت أن انقطاع النبي، إحنا بنتكلم النهارده أن عائشة رضي الله عنها هي اللي قتلت النبي وضعت له السم، أو أنا قلت له هات لي دليل، ائتني بدليل على أن اللد كان فيه سم لم يتطرق عليه. اهو ما جابوش، لا وصل له لا من اول ولا من بعيد. قلت له هل ائتني بدليل على ان عائشه رضي الله عنها وارضاه اللد كان فيه سم، لان يا ريت هو قال لي من شويه المشكله مش في اللد، المشكله في السم الذي وضع في اللد، صح كده؟ انا قلت له ائتني بدليل على ان اللد كان فيه سم. هذا حاجه. الحاجه الثانيه يا اخوانا، انا هرد عليه من نفس الكلام. هو بيقول لي لذا عاقبهم النبي وامرهم ان يلدوا. طب فلماذا لم يموتوا كما مات النبي؟ طالما عقاب، خدوا اخوانا، هو واقف بلسانه عقاب، هم النبي عاقبهم بايه؟ يعني هم عملوا حاجه غلط فالنبي عاقبهم بايه؟ ان هم يشربوا من نفس اللد، صح ولا لا يا اخوانا؟ طب لماذا لم يموتوا كما مات النبي؟ صح يا اخوانا ولا لا؟ هو قال لي النبي ليه النبي عاقبهم ليه؟ ما هو عقاب يعني ايه؟ يعني خلاهم يشربوا من نفس اللد لانه هو عقاب. فلماذا لم يموتوا كما مات النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ اوعى تطفش من داي، لان انت اللي قلتها دلوقتي، قلت النبي عاقبهم. طب طالما عاقبهم ويشربوا من نفس الدواء، ليه ما ماتوش زي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اول سؤال، دي اول سؤال ليك اهو. والسؤال الثاني، ائتني بدليل على ان عائشه وضعت السم في اللد،
لانه قال لي المشكله مش في اللود، المشكله في السم. طيب هو بيقول لي انقطاع ابهره، دي واقعه ودي واقعه خالص تماما. طيب لو هو هيثبت لي ان النبي انقطع ابهره من وضع السم بتاع المراه اليهوديه، يبقى هو كده نفى التهمه تماما عن مين؟ عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. صح ولا يا اخوانا؟ لو هو عاوز يقول ويثبت لي انا بقى، وبيطلع انا عايز اثبت له ان النبي ابهره انقطع، وهو طبعا انقطع منين؟ احنا متفقين على ان ابهره انقطع، يزن بالله لما انقطع ولا حاجه، بس هو عاوز ياكد لي ان ابهر النبي انقطع. طب لو انقطع من اثر السم الذي اكله يوم خيبر، يبقى السيده عائشه كده بريئه كل البراء. مش بقول لك هو بيقع يا اخوانا في حاجات هو مش واخد باله فيها؟ يبقى كده السيده عائشه خارج اللعبه. لان لما النبي يشعر بطعم السم او بالم السم لدرجه ان ابهره ينقطع وهو لم ينقطع، بس هو عاوز يثبت لي ان ابهره انقطع، يبقى السيده عائشه كده بره اللعبه. يبقى كده السيده عائشه براءه، براءه تماما خالص خالص رضي الله عنها وارضاها. صح ولا يا اخوانا؟ اهي. يبقى السؤال يا ابو علي، هات لي دليل على ان اللد كان فيه سم. هو عمال يمسك لي حته استثنائيه، انا ما بقولش استثنائيه يا اخوانا ان النبي يطاع في موقف وفي موقف، لا، انا بقول بناء على فهم الصحابه. مش طاعه النبي مطلقه، طاعه النبي مطلقه، طاعه النبي مطلقه في كل الاحوال. بس انا اقصد حاله استثنائيه، يعني ايه؟ ان الصحابه هنا فهموا، اجتهدوا فيها يا اخوانا ان هم يعطوا الدواء للنبي عشان يخف فيها. اجيب لك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا لما في حديث بني قريظه قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، يعني ما فيش واحد فيكم الا لازم يصلي العصر في بني قريظه. جه ناس في وسط الطريق العصر اذن، بعضهم قال لك لا، احنا هنمتثل لامر النبي، مش هنصلي العصر لما نوصل بني قريظه، ووقت الجماعه راح عليهم. وفي بعضهم قام واقف مصلي في نص الطريق. ليه بقى؟ قال لك العصر النبي بيقول لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، دي دليل على ان احنا نسرع ونوصل لهم بسرعه. النبي عاب على حد فيهم؟ لم يعب على احد منهم، ما خيلش ولا عاب على احد منهم. هل قال لهم انتوا خالفتوا امري؟ ابدا، لان كان اجتهاد منهم. فالصحابه هنا اجتهدوا، وعائشه واللي كانوا معاها رضي الله عنها، ان يعطوا اللد لرسول الله لكي يستشفى او لكي يخف النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح وصريح وكلام علم يا اخوانا. السؤال بقى يا ابو علي، ايوه انت مالكش في العلم ده، السؤال يا ابو علي ليك، ائتني بدليل على ان اللد كان فيه سم. اعطني بدليل على ان اللد كان فيه سم. انت قلت من شويه المشكله مش في اللد، المشكله في السم. طيب النبي لما عاقبهم وشربوا من نفس اللد ما ماتوش ليه زي ما النبي مات؟ السؤال الثالث بقى، أين كان علي وفاطمة ولماذا لم يقتص علي من قتلة رسول الله؟ بص يا أبو علي، سجلت الأسئلة دي عندك؟ سجلهم عندك عشان ما أقطعكش. اعطني دليل على إن اللد كان فيه سم لما النبي عاقبهم، وانت اللي قلت دلوقتي اوعى تقول لي هم ما شربوش، اوعى، انا عارفك انت هتقول ايه. النبي قال لهم اشربوا من نفس اللد وعاقبهم، طالما عاقبهم يعني شربوا، ما هم خدوا العقاب بتاعهم، ليه ما ماتوش زي ما النبي مات؟ السؤال الثالث، اين كان علي وفاطمه ولم يقتص علي من قتلة رسول الله؟ لا سيما ام المؤمنين عائشه وهي كانت معاه في موقعة الجمل، يعني كان ممكن يقتص منها لمقتل رسول الله. طيب وافق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. شيخ نجاح أراد أن يرقع عندنا مثل بالعراقي، إجا يكحلها عماها، أراد يبعد أن أنه يجوز في بعض الأمور الاستثناء، أوقع نفسه في متاهة أخرى، وهي أن الصحابة اجتهدوا على ماذا شيخ نجاح؟ اجتهدوا على قول النبي. الله أكبر، الله أكبر. المفروض الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الصحابة في بعض الأحيان على قول النبي. ماكو هيك خرط، والله العظيم ماكو هيك يا شيخ نجاح. كيف أنت تقول أن الصحابة اجتهدوا؟ هل يجوز لأحد أن يجتهد فوق رأي المعصوم، فوق رأي النبي؟ ما يجوز يا شيخ نجاح، وقعت نفسك في خطأ أكبر، سبحان الله. طيب على كل حال أخواننا الأعزاء، سوف الآن نرد على كل أسئلته.
لا ما استطاع أن يجيب، يبقى أسئلتي تبقى قائمة لأن ما جبت عليها. انقطع الوتين في القرآن، انقطع أبهر النبي. يقول أبو علي إذا شو اسمه هو أجاب على نفسه، بمعنى أنه أبعد التهمة عن عائشة. لا يا عزيزي، توجد روايات أخرى تثبت التهمة على عائشة. أنا استدليت بهذه الرواية حتى أستدل بأن هذه الرواية مكذوبة على رسول الله. فهمت؟ لو ما أفهمك بعد، توجد روايات أخرى في البخاري وفي صحيح مسلم وفي المستدرك. يا عزيزي يا شيخ نجاح، المفروض تذاكر كويس. طيب اخواننا الاعزاء، الان نرد على الشبهات. اولا دعونا، انا اعرف هو راح يتشلب بعلي بن ابي طالب، تمام، راح اعرف، لكن لا اشكال. اخواننا هو ديدن الوهابيه. الان اول سؤال يا عم اهدى خلنا نجاوب، راح ارد على اسئلتك كلها، راح انسفها. اولا اخوان، يقول لماذا علي لم يقتل القتلة؟ بكل بساطة شيخ نجاح، علي من يقتل القتلة من أين يقتص؟ يقتص من أبي بكر. أبي بكر هو أصبح خليفة. طيب علي هل يوجد عنده شهود عندما يريد أن يقول إن أبا بكر أو إن عائشة قتلت رسول الله؟ يحتاج إلى شهود. من الذي سوف يشهد مع علي؟ لا يوجد شاهد إلا العباس قد شهد اللد، تمام، حتى وإن علم، لكن ما يستطيع أيضا. إذن لا يوجد شهود مع علي، إذن لا تقام الحجة. ورسول الله نفسه في حياته احتاج إلى شهود، وأنت تعرف الحادثة في قصة ذو الشهادتين، تمام، هذا جاوبناك علي. إذن لا، عدم توفر الشهود هذه هي التي منعت. رقم 2، تقول هل علي كان موجودا؟ لا، علي عندي دليل. شوف، استطيع بكل بساطة، علي لم يكن موجودا. ايش دليلك ابو علي؟ من كتب اهل السنة برواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عليا كل غداة، في كتاب مسند ابي يعلى الموصلي، تمام. والرواية شوف يا شيخ نجاح، الرواية شوف اسناده صحيح، تمام. يقول حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى قالت أم سلمة والذي تحلف به أم سلمة إن كان أقرب الناس عهدا إلى رسول الله أو برسول الله علي بن أبي طالب. فقالت لها كانت غداة قبض فأرسل إليه رسول الله وكان أرى في حاجة بعثه بها، يعني الرسول كان يبعث علي بن أبي طالب. قالت فجعله غداة بعد غداة، شوف يعني يوم بعد يوم، هاي غداة بعد غداة. يقول جاء علي 3 مرات. قالت فجاء قبل طلوع الشمس، فلما إن جاء عرفنا إن له إليه حاجة فخرجنا من البيت وكنا عدنا رسول الله في بيت عائشة، تمام. قالت فكنت آخر من خرج من البيت ثم جلست أدناهن من الباب إلى آخر الرواية. إذن النبي كان يبعث عليا في حوائجه. شفت يا شيخ نجاح بكل بساطة. الآن ما أخليك ترجع لعلي بن أبي طالب، انتهى موضوعك بكل نجاح يا شيخ نجاح. الآن استنى، يعني أنت عندك في الحديث ده النبي كان فين؟ لا وقتي دقيقة يا شيخ نجاح. الوقت خلص. يعني أنت عندك دلوقتي، خليني أكمل يا شيخ، ما يصير هيك يا رجال. الوقت خلص. الآن اسمعني. نعم، هاي قالت قبل أن يقبض. قالت قبل أن يقبض، مو أخرجت لك الرواية يا شيخ وأنت ما أخرجت أي شيء. شوف شيخ نجاح، يا أبو علي، الرسول قال إن اليهودية. سؤالي الآن إلك، اسمع يا شيخ، أنت سألت 5 أسئلة، الوقت ما يكفي. رسول الله قال إن اليهودية إن الله لا يسلطها علي. سجل عندك سؤالي، هل صدق رسول الله أم لم يصدق؟ الرسول قال إن اليهودية الله لن يسلطها علي. طيب السؤال الثاني،
عندك روايات صحيحة بأن خالد بن الوليد شرب السم، قالوا له هذا سم فقال بسم الله فشربه. والنبي في خيبر اخوان احدى الروايات تقول قال للصحابة مدوا ايديكم لكي تأكلوا وقولوا بسم الله. فلماذا النبي مات بالسم وخالد بن الوليد لم يمت بالسم؟ وكلاهما قالوا بسم الله. هل خالد افضل من النبي يا شيخ نجاح؟ جاوب يا شيخ نجاح، هل سلطها صدق النبي ام كذب؟ هل خالد افضل من النبي ام لا؟ قول رسول الله قطع ابهري، شريان ابهري، صادق يعني تقول على الله ام لا؟ جاوب يا شيخ، ما اجبت على اي سؤال، واعطيني دليل تقول فيه بانه يوجد استثناء في عدم طاعة النبي. تفضل. لا ما فيش استثناء. استنى ما هاي تقعدش اخر تجاوب. مداخلة الك. لا استنى ما تقعدش تجاوب. خلينا مع بعض كده، خلينا مع بعض. انت جبت دليل الاول على ان اللد كان فيه سم، مش دي السؤال اللي سالته لك؟ اي نعم. طب فين هات الدليل على ان اللد كان فيه سم. نعم هات الدليل. الذي كان هو مجموعة قرائن، لا يوجد دليل مباشر بأنهم وضعوا في الدواء سما، ولكن القرائن تشير. أولا منها هي عدم طاعتهم لأمر الرسول. خلاص كده. لا مو خلاص، مو بكيفك، دعني أبين للناس. عدم طاعته هو هذا صلب الموضوع. لا ما أسمح لك شيخ نجاح ما أسمح لك. إما تخليني أشرح لجمهوري أو لا تسألني رجاء، أسئلة تقريرية لا تسألني. أخوان هو أصل الموضوع هذا. هو لو كان رواية تقول إنهم وضعوا السم في اللد خلص بعد انتهى الموضوع، على من أنا والشيخ نجاح نتحاور. لكن هي غير مجموعة قرائن نجمعها. أولا عدم طاعتهم لرسول الله، ثانيا إن النبي قال إن اليهودية لن يسلطها علي الله، ثالثا لأنهم كذبوا على رسول الله وقالوا إنه فيه ذات جم وهو ليس فيه هذا المرض. تمام. ورابعا الرواية تقول إنه اسمع احنا في السنة. والرواية الأخرى واللي هي هاي الفيصل بيني وبينك شيخ نجاح، هنالك رواية في البخاري تقول النبي ما أكل أساسا من الشاة، ما أكل. بس ما أكل. الآن أنت سجلت أسئلتي، ما هي أسئلتي؟ يلا ما هي أسئلتي؟ ما هي أسئلتي؟ استنى بس يا أخي استنى. أسئلتي شنو؟ ليش ما تجاوب عليها؟ ليش ما تجاوب على أسئلتي؟ شيخ نجاح ليش ما تجاوب على أسئلتي؟ ليش ما تجاوب على أسئلتي؟ أسئلتي ليش ما تجاوب عليها؟ ليش؟ استنى عندك والله ليش أنا باوع هاي ورقة وقلم، والله العظيم قاعد أسجل أسئلتك. لا شيخ نجاح خليك أكاديمي، الله يحفظك. هذه ورقة وقلم، شوف هذا قلم وهذه ورقة وأنا أكتب أسئلتك وقاعد أجاوبك على أسئلتك. أنت ليش ما تجاوب على أسئلتي؟ ليش؟ وين الورقة والقلم؟ هل فتحت كاميرا؟ هل أخرجت مصدر؟ كلامك كله إنشائي، كلامك كله إنشائي. هذه آخر مداخلة إلك، تفضل يلا. ما يصير هيك شيخ نجاح، يعني كل مناظرة أنا إلا رزدك يلا تمشي صح. يلا تفضل. استنى عندك دليل على ان اللد كان فيه سم؟ يضحك، لا تضحك. عندك دليل؟ اصل انت قلت ما فيش دليل، يبقى كده خلاص الموضوع انتهى. عندك دليل على ان اللد كان فيه سم؟ قرائن تجمع. ايه القرائن التي انا اول مره اسمع دي. ايه القرائن التي تجمع؟ ما هو هذا اصل الموضوع، لانهم كذبوا على باوع. عندما ياتي شخص يقول لك يا شيخ نجاح لا تعطيني هذا الشيء، وبعد ذلك انت تعطيه هذا الشيء، هناك شكوك سوف تكون. خلاص انتهى الموضوع. استنى تفضل. الاحكام بتبنى على الشكوك؟ انا اول مره اسمع دي. شو الاحكام؟ الاحكام تبنى على شكوك، يعني لو في حاجه انا شاكك فيها ابني عليها حكم. هو انت دينك كله قائم على الشكوك.
انت دينك كله قائم على الشكوك. اتحداك الان اذا عندك سند واحد صحيح حتى في البخاري، اتحداك، شوف هذا التحدي امام الجمهور. اسمعني شيخ نجاح، دينك انت اساسا قائم على الشكوك، انت ما عندك سند واحد صحيح. اتحداك امام جمهورك الان اذا تخرج لي سند واحد صحيح، اتحداك سند واحد في كتبك صحيح، والله العظيم الا انسف الدين مالتك نسف. تفضل يلا جاوب. خلاص ما عندكش دليل، هو ما عندوش دليل يا اخوانا على ان اللد كان فيه سم. انت قلت من شويه وقعت في حاجه، انت بتقول سيدنا علي كان يعرف ان النبي سم ولا ما يعرفش؟ النبي كان سيدنا علي وفاطمه عرفوا ان النبي اتسم ولا لا؟ انا اخرجت لك دليل ان النبي كان يبعثه حسب الروايه السنيه. نعم لا يعرف، كان يبعثه. طب انت عندك مالكش دعوه بالروايه السنيه، عندك انت في كتب الشيعه يعرف، كان يعرف ولا ما يعرفش؟ يا ابو علي عندك مالكش دعوه بيا بقى، انا محتاج عليك من كتبك انت. نعم يعرف. ايه يعرف علي يعرف انهم قتلوا رسول الله، يعرف. طب لماذا لم يختص منهم؟ متى يقتص منهم؟ ما اختصش ليه؟ في الخلافه بتاعته ما اختصش ليه؟ لما تولى الخلافه ما اختصش ليه؟ السيد عائشه متى يقتص؟ فقط الصوت انقطع. متى؟ لماذا طالما انت عندك روايه ان هو كان يعرف؟ استنى سيدنا علي كان يعرف، لماذا لم يقتص من قتله رسول الله؟ متى تريده ان يقتص؟ بعد الوفاه مباشره ام ماذا؟ ام متى؟ في واقعة الجمل، خليك عشان انت بتقول سيدنا ابو بكر كان خليفه، مالكش دعوه بابو بكر. في واقعة الجمل كانت السيده عائشه موجوده، والسيده عائشه هي اللي سمت النبي، لماذا لم يقتص منه؟ احسن، دعني اجيب الان. اولا لان الذين كانوا مشتركين في الجريمه نصفهم قد ماتوا، اللي هو ابا بكر وعمر. بقت عائشه. اسمعني، بقت عائشه. خليني اجاوبك، انت ليش مستعجل؟ ما تخليني افهمك. الان عندما اصبح علي بن ابي طالب خليفه، هو لم يعمل اي شيء اتهموه بان قتله عثمان عنده، وخاض 3 حروب اهليه بين المسلمين. فعندما يقول ان عائشه قتلت النبي، هو ما مسوي شيء، وانهالت عليه الحروب من كل صوب، من الشام، من البصره، من النهروان، انتهى جيشه. وياتي الان يقول ان عائشه قتلت النبي. سوف تكون فتنه يا شيخ، والفتنه اشد من القتل. في واقعة الجمل لماذا لم يقتص سيدنا علي من عائشه وهي كانت تحت ايده؟ السؤال واضح اهو. كانت الموقعه خلصت. لان النبي اوصى بان يكرمها. تفضل. طيب يعني النبي وصى سيدنا علي ان هو يكرمها ويرجعها. النبي يعرف مصلحه الامه، النبي يعرف مصلحه الامه. يعني دي السبب ان هو ما خلاش يقتص من السيده عائشه؟ تفضل يلا جاوب على اسئلتي يلا. لا استنى شيخ نجاح، لا تاخذ مداخله لو شو اسمه، جاوب على اسئلتي. النبي يعرف مصلحه الامه، لذلك يعرف اذا علي قتل عائشه فان الاسلام ينتهي، لا تبقى كلمه لا اله الا الله ترفع في المآذن. انتهى الموضوع. بكل صراحه اتكلم معك، انا لا استخدم التقيه. خلاص استنى. يلا تفضل اخذ جوله، يلا خذ جوله وانهي موضوعك يلا. لا اصل ما عادش وقت. طيب سيدنا علي ما رضاش يعمل فتنه ويقتل السيده عائشه، وانتوا جايين تحيوا الفتنه وتقولوا ان السيده عائشه هي اللي قتلت النبي؟ يعني انتوا سكتوا، انتوا بتطالبوا بحاجه سيدنا علي سكت عنها؟ شلون؟ انتوا بتطالبوا بالحاجه، مش الفتنه. لا ما سمعت شو تقول؟ مش الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، يعني انتوا جايين تحيوا فتنه سيدنا علي سكت عنها؟ لا، هذا احنا في اخر الزمان، المهدي سوف يقتص. بالمناسبه خلي انطيك من الاخير، الامام المهدي عندما يخرج يقتص كل من قتل اهل البيت، كل من قتل اهل البيت سوف يقتص من عندهم. نحن عندنا ثأر رسول الله مؤجل،
ثأر رسول الله مؤجل عندنا، مؤجل، وثأر الحسين مؤجل، وثأر فاطمة مؤجل. عندما يخرج المهدي يقتص منكم. أول واحد أنت يذبحك المهدي، أول واحد. استنى يا اخوانا، شوف أول واحد يذبحك المهدي. يلا تفضل. سيدنا علي ما رضاش يقتص منهم لانهم نصهم ماتوا، ابو بكر كان مات وعمر كان مات وما رضاش يقتص من عائشه. المهدي بقى هو اللي ما يطلع هيقتص من اللي ماتوا كلهم. شفتوا الفقهاء يعني بقول له نعم. استنى بس بقول له طب ليه سيدنا علي ما لا يقتص من لا مو هيك. المهدي عندما يخرج يا عزيزي، خليني اوصل لك الفكره. المهدي عندما يخرج يقتص من أبنائهم الذين يوالونهم. يعني أنت مثلا الآن الذي تتولى أبا بكر وتترضى عنه وقد ظلم فاطمة، يقتص منك المهدي. والله يقتص من عندك، اخذها من عندي، أنا ما أستخدم التقية. والله المهدي قصبك قصب. استنى ربنا بيقول والله المهدي قصبك قصب. يا فندم شفت دينهم مبني على ايه؟ لا هاي ثأر الائمه ما يروح هدرا. شوف احنا ما زلنا نرفع على قبه الامام الحسين الرايه الحمراء. لماذا؟ ماذا تعني الرايه الحمراء؟ تعني الرايه الحمراء انها تطالب بالثأر الذي عنده. يرفع الرايه الحمراء تعني في لغه العرب انه يطالب فثأر الامام الحسين وثأر الزهراء والرسول لحد الآن لم يؤخذ. إن شاء الله ناخذ. يلا تفضل اختم. يلا الختام عندي. أخذ جولة وبعدين لا خليني أنا أختم. مداخلتي الأخيرة. لا شيخ نجاح ما أسمح لك، شيخ نجاح ما أسمح لك، أرجوك. مداخلتي الأخيرة خليني أكملها. يلا. لا خلاص، لا يلا، ما عادش وقت راح يشرد. لا يلا. ايوه ليش تشرد؟ الناس اللي هتقول مين اللي هيشرد. يلا عشان ما تسالنيش اسئله اول ما عدتش مجاوب. خلاص اصل انت هتسال اسئله. ما راح اسالك اسئله، بس وافق على الجوله اختم بها وثيما. لا تجاوب على الاسئله. لا تجاوب على الاسئله. بكره نكمل. يلا ماشي، بكره نكمل ان شاء الله. انا معاك الوقت. تريد تروح؟ الوقت اتاخر والله. انا قايل لك من ساعتها ما عادش جولات. تريد تروح؟ الساعه 2 يا اخي، الساعه 2. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الختام أولا نحب نشكر الشيخ نجاح، ونتمنى أن تبقى سلسلة الحوارات يعني مستمرة بيني وبينك في مواضيع مختلفة متفرقة. اليوم هو على أساس أنه صلح الإمام الحسن مع معاوية، لكن هو ابتدأ بقتل النبي. يعني ما أعرف ما هو اللي غير الموضوع. على كل حال أنا محضر مصادر كثيرة في قضية الصلح، لكن هو غير الموضوع. أخواننا الأعزاء نشكر الموجودين أيضا الداعمين والمشاهدين. شيخ نجاح الآن موضوع أنا أختاره، تمام؟ لأن بكرة عندك شيء؟ بعد الظهر إن شاء الله. بكرة بعد الظهر، تمام، ماكو إشكال. أنا أبعث لك في الخاص نحدد الموضوع. تمام، حياك الله، أهلا وسهلا فيك.